مقدم. شوف المدافع يمس الكرة، خلي تمشي الكرة، يلمس الكرة قبل المهاجم، لأنه المدافع كان ذكي، استنى المهاجم أنه يقدم الكرة يلعبها، نعم، ثم ينقض عليها يلعبها، وبالتالي طبعا اللاعب يشوف الساق بتاعه نقطة، طبعا المهاجم يسقط على الأرض، مش مخالفة، لأن المدافع لعب الكرة كان المفروض على الحكم أن يرجع اللعب لضربة زاوية ولا وجود لضربة جزاء، لأن اللاعب الهم الوحيد يلعب الكرة وغير اتجاه الكرة، لأنه هو اللي خرجها في ضربة الزاوية. نعم. هو اللي تقولون هذه زاوية أخرى قد تكون أوضح، هي اللي فرقها في كل الحالات نشوف المدافع هو يلعب الكرة، طبعا ما فيش إعاقة بتاع المهاجم طبعا وقت شاف الكرة فقدها فيرمي نفسه وهو ما فماش ضربة جزاء.